جايبين لكم النهارده قصة كفاح ونجاح من الدرجة الأولى. دكتورة هانم وقصة كفاح من الإعدادية. عاملة نظافة ولها الفخر، لباحثة دكتوراه في كلية التجارة في مصر. أهلا بحضرتك. اهلا بيكي معانا استاذه هانم، واحنا سعداء في الحقيقه بوجودك معانا النهارده ومع كل الساده المشاهدين اللي حضرتك تعتبري نموذج مشرف ونموذج جميل لكل سيده بتسعى الى تحقيق النجاح وبتسعى الى اثبات ذاتها وبتتحدى كافه الظروف. رحلتك بدات ازاي وفكرتي ازاي انك انت توصلي الى المرحله المهمه ديت في التعليم؟ من الإعدادية بدأتي؟ تمام. حضرتك بدأت، أنا حصلت على الشهادة الإعدادي. وبعد الشهادة الإعدادي اشتغلت عامل نظافة بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة كفر الشيخ. كنت عاملة نظافة، وكنت دايما حابة شغلي وحابة إن أنا خلاص قدمت على هذا الوضع، فحبيت الحاجة دي واشتغلت فيها. فطبعا كان ليا واجبات وعليا حقوق وكده. فأنا داخلة حضرتك يعني المكتب مع زمايلي، وكان في زملاء أفاضل ليا كبار جدا. ففي زميلة ليا فيهم قالت لي كلمة: امشي اطلعي بره، امشي هاتي لي كوبايه ميه اشربها. وقتها ممكن تظهر ان هي كلمه سلبيه، لكن لا انا ما خدتيها ازاي بقى؟ لا ما خدتهاش سلبيه، انا خدتها حاجه بتحفزني وادتني القوه ان انا ليه ما اكونش احسن واحسن. وبالفعل كده بدات ان انا ادور على تعليم تاني. دورت طبعا على كليه التجاره، دخلت دبلوم صناعه الاول، مدرسه صنايع كفر الشيخ قسم ملابس جاهزه. وفعلا اخدت 3 سنوات. واثناء الشغل؟ اثناء العمل. اثناء العمل بتدرسي في صنايع؟ طبعا اثناء العمل. وبعد كده دخلت بكالوريوس تجاره جامعه القاهره. خلصتي الصنايع ودخلتي كليه التجاره من مدرسه الصنايع؟ من تعليم مفتوح. اخدته من تعليم مفتوح. كليه تجاره بس اكيد كنت متفوقه في الدبلوم بدل عرفتي تدخلي. طبعا طبعا الحمد لله. وكملت تعليم مفتوح جامعه القاهره بكالوريوس تجاره. وفعلا اخدت ال4 سنين بتقدير كويس جدا والحمد لله، يعني اخدت جيد جدا. انت اللي خلاكي تشتغلي وانت في الاعداديه ظروف الاسره وانك انت تساعدي يعني مع الام، لان انا يعني على ما اعرف ان الوالد كان توفى. طبعا ايوه طبعا اشتغلت بالاعدادي عشان اخواتي يكملوا دراستهم. فانا ما كانش خلاص، انا يعني وقفت لحد كده وقلت اكمل بعد كده. فبداتي تشتغلي وتدرسي في نفس الوقت. يعني شوفوا جمله او كلمه او موقف اتقال لها كان المفروض يعني لو حد غيرها ما عندوش نفس القوة ونفس العزيمة ونفس الإصرار كان ممكن إن هي ترجعه كتير قوي، لكن هي خدت الكلمة وحولتها لطاقة إيجابية وإن هي لازم تكمل دراستها ولازم تكون موجودة. بعد كده عملتي إيه؟ طبعا في ظل الظروف اللي أنا كنت فيها دي ربنا ابتلاني بتعب وهو السرطان. يا حبيبتي. فده فعلا كانت حاجه بالنسبه لي صعبه جدا. ان انا بكمل تعليم وفي الوقت ده كنت متزوجه. فهمينا كده يا دكتور هانم، يعني انت بتدرسي وبتشتغلي وشغلك بتصرفي على اخواتك او بتساهمي في تعليمهم، وده دور واجب على الجميع طبعا. وفي نفس الوقت في مرض. ايوه كانسر وهوجكن غدد لمفاويه في الجسم كله. ده جالك وانت في اي المراحل؟ جاني وانا في مرحله الدبلوم ولا في الكليه؟ لا في اول بكالوريوس، اول سنه في البكالوريوس. يعني سنه رابعه كليه؟ لا سنه اولى. سنه اولى وكملتي الدراسه في الجامعه. طب اتعالجتي؟ الحمد لله اتعالجت في معهد اورام طنطا وكنت تحت المتابعه. كنت تحت المتابعه. دلوقتي الحمد لله احسن؟ الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا اخذت الطاقه بتاعه المرض من اطفال، مش مني انا كنت زعلانه على نفسي. بس فعلا لما شفت اطفال صغيرين متشالين على الايد انا قلت هم مستحملين التعب ازاي، فانا لازم اكون اقوى. ده طفل مستحمل التعب، انا ازاي ما استحملش؟ انت بطله. ففعلا انت حاربتي المرض وحاربتي الظروف لغايه ما وصلتي الى باحثه دكتوراه. ازاي بقى؟ انت بطله. احكي لنا بقى، كملي لنا بقيه القصه. بعد ما حصلت على البكالوريوس تجاره قدمت التاني اللي اكمله. فقدمت على دبلومه 2 سنين وطلعت منها الحمد لله ولله الحمد بتقدير امتياز في ال4 ترمات. في دبلوم اداره اعمال. دبلوم دراسات عليا. ايوه دبلوم دراسات عليا اداره اعمال جامعه كفر الشيخ كليه تجاره. واخر سنه في الدبلومه اصبت لتاني مره بمرض سرطان تاني اللي هو بريست الثدي، استأصلت جزء من الثدي
واستأصلت تحت الإبط في الدراع اليمين. ايوه. دي تاني مرة برضو ما استسلمتش، وقلت أنا عاوزة أوصل لهدف معين، فكملت. يعني حبيت إن أنا أكمل تاني برضو، كملت بقى ماجستير، والحمد لله برضو أخدت 4 ترمات بتقدير امتياز. ما شاء الله. وناقشت يوم 27/8. مبروك. الله يبارك في حضرتك، تسلمي لي. والحمد لله ناقشت، وكانت مناقشه جميله جدا جدا، الحمد لله على اللي انا فيه، وبحمد ربنا. مين اللي وقف جنبك ومين اللي ساعدك وساندك في مشوارك؟ والله الله يرحمه الاستاذ احمد سيد علي عبده، كان وكيل وزاره تبع مديريه تنظيم الاداره. هو قال لي لازم تتعلمي وتكوني افضل وافضل. وجوزي برضو وقف معايا، الاستاذ وحيد وقف معايا برضو، ما سابنيش وساندني لاخر مرحله كنت فيها معايا. والحمد لله. وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وخير الابتلاء الانبياء فالامثل فالامثل. صحيح. مش عشان ان انا ربنا اداني التعب ده فربنا مش بيحبني، لا طبعا. ده انا من ربنا سبحانه وتعالى صبرك وبقوة والحمد لله إيمانك. ان انا على هذا الوضع لحد دلوقتي، فانا بحمد ربنا على هذا الوضع اللي انا فيه. دكتوره هانم، انت منفصله؟ حاليا ايوه. ايوه. لا، احنا عندنا في البرنامج هنا بندعم الجميع وبندعو الناس ان الدنيا ما بتقفش عند حد وبتستمر. جميل انك شاكره، وجميل انك حامده، وجميل انك متفائله. يعني انت بتقولي انا خدت الطاقه من الاطفال، طبعا الطاقه من الاطفال جميله، بس ده انت الماده الخام للطاقه يعني انت طاقه في حد ذاتك. كملتي حياتك ودلوقتي قدمتي دكتوراه؟ ان شاء الله. خدتي كمان شهادات تانية ظاهرة عندي؟ واخده حضرتك. انا حاصله على 3 دورات من اكاديميه مصر العسكريه، وحاصله على دوره TOT مدرب محترف. كل ده وانت مريضه، وكل ده وانت بتشتغلي؟ كل ده بشتغل، وكل ده وانا تعبانه. الله عليك. انت محبه للتعليم ولا انا كان في هدف معين عايزه توصلي ليه؟ انا عاوزه اوصل لهدف والدي الله يرحمه، كان نفسي اكون دكتوره. الله. فطبعا لما والدي توفى كانت الظروف ما تسمحش، فانا ما عرفتش اكمل الصراحه. فانا بكمل حاليا، يعني انا هدفي ان انا اتعلم. الاخوات مكملين تعليمهم؟ كلهم مكملين. كلهم مكملين. انت كنتي ترتيبك كنتي الاكبر؟ لا، انا كنت رقم 4. رقم 4. بس عشان الظروف يعني الظروف الخاصه بالاسره والعائل، يعني اللي هو الاب توفى، فاضطريتي انك انت تشتغلي بالاعداديه عشان تساهمي برضو مع الاسره، مع الام، مع اسرتي، مع اخواتي وكده. دكتوره هنا، احنا فعلا بندور هنا على النموذج يعني اللي شبهك. احنا نفسنا بنتعلم منه، مش بس المشاهد. ونفسنا يبقى كل انسان مصري، مش بس المرأة المصرية، كل انسان مصري عنده مشكلة، اصل مش عارف ايه سعره زاد، اصل مش عارفه اغير العربية، اصل انا مش عارف اعيش زي ما كنت. يبص يعني ايه مرض وشغلانه ممكن تكون في وقت من الاوقات سببت لها حرج، رغم ان الشغل ما فيهوش اي احراج، ولكن هي كانت طموحها اكبر من اللي هي كانت فيه. انفصال، ابتلاءات متكرره، ومع ذلك هي مستمره وعماله بتحصد نجاحات ومتفائله جدا. يعني وان شاء الله قريب جدا هنقول للدكتوره هانم باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. في المناقشه لازم نكون موجودين معاكي على فكره. مناقشه الدكتوره لان بجد لازم ان شاء الله باذن ان شاء الله. حضرتك نموذج مشرف زي ما قلت وزي ما بنكرر، ونموذج يخلينا كلنا عندنا طاقه ايجابيه للحياة، وان احنا نتغلب على كل الظروف ونسعى ونجتهد ونحقق ذاتنا. بشكرك دكتور هانم محمود، باحثة ماجستير. شكرا، نورتينا.